يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى كده على السريع نعمل النهارده شويه شوربه سي فود، بقى حاجه كده ايه عظمه. معايا طبعا في الصينيه اللي ورا دي كده كابوريا مجهزاها، ببصل وطماطم وفلفل الوان وبهارات سمك، وحطها كده على النار تتشوح كده على البخار. نيجي بقى هنا لشوربه السي فود. معايا هنا كده ايه مكعب زبده، وحطيت عليهم معلقتين زيت، ونزلت كده ببصلايه صغيره متقطعه. طبعا انا كنت مقشره بقى الجمبري، وكنت خاليه السمك، فخدت العظم بتاع السمك وقشر الجمبري عملت بيه الشوربه اللي هنعمل بيها السي فود. زي ما انتم شايفين كده، خدت القشر بتاع الجمبري وعظم السمك، حطيتهم على النار مع بصل وطماطم وورق لورا وحبهان، وغليتهم كده غلوتين وطلعوا لي الشوربه دي. ما عندكيش يا ست الكل يبقى مكعبين مرقه فوريه على شويه ميه سخنه وهتمشي الموضوع. حطيت هنا بقى نص كوبايه جزر، ده جزر كان متفرز، لو عندك جزر فريش يبقى مبشور. تمام. حطوا بقى لايك للفيديو ما تنسوش، وفعلوا الجرس على علامة الكل، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم ان شاء الله اشعار بكل جديد. شوحنا بقى كده، انا بندبل البصل والجزر، انا مش عايزة حاجة تاخد لون خالص. هننزل بقى بالفيليه بتاع السمك. عندي هنا زي ما انتم شايفين كده، ده قطع السمك الفيليه، انا خليه كده على ايدي. وعندي كمان كاليماري اهو مقطعه بقى قطع كده، يعني اخدت الراس والرجلين كده بتاعت الكاليماري قطعتهم. تمام كده، هنديهم تشويحه كله كده في ثواني، يعني مفيش حاجة بتتأخر، كله في ثواني. حبة بقى سي فود كما قال الكتاب زي ما بيقولوا كده. خلاص كده، شوحنا بقى السمك وشوحنا الصبيط. هننزل بقى بفص توم مفروم، وبعد كده هننزل بالجمبري لان الجمبري ما بياخدش وقت. اهو تمام كده، هننزل بقى بشوية الجمبري بتوعنا تقليبة كده، وهننزل بقى عليهم بالشوربة ياخدوا لهم غلوتين وكده. شكرا. عايزه بقى تشربيها، يعني عايزه شوربه سي فود كده حمرا من غير كريمه، تمام كده وزي الفل. عايزه بقى تدلعي الدنيا كده وتخليها بالكريمه، خليكي بقى معايا عشان تشوفي الخطوات. كده خلاص لحد هنا الشوربه كده تمام. لو انت عايزه تشربيها كده، هنا بقى بصوا ده الراس بتاع الجمبري وده عظم السمك اهو زي ما انتم شايفين. طلع احلى شوربه. حطيت معاهم بصل وطماطم ورق لورا وفصين حبهان. تمام كده، بصفي بس كده كل الشوربه عشان ما نهدرش حاجه. هنزل بقى عليهم بكوبايه لبن زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكابوريا شغاله ورا كده على البخار، نزلت بقى عليهم بكوبايه من الحليب زي ما انتم شايفين كده، ومعايا كمان كوبايه من الكريمه اللباني. لو ما عندكيش كريمه لباني ممكن تحطي بقى معلقتين نشا في كوبايه لبن وتدوبيهم كده وتنزلي عليهم على الخليط دوت. اهو بصوا دي كده كوبايه كريمه، حطيتها كده على الشوربه بعد ما غليت. هستنى بس كده تتقل سيكه لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. خلاص كده احنا الشوربه بتاعتنا جاهزه وزي الفل، ولا حطينا ملح ولا حطينا فلفل ولا حطينا اي بهارات. احنا مبهرين الشوربه بتاعتنا واحنا بنعملها. كنت حاطه لها شويه ملح وشويه كمون صغيرين، مش اكتر من كده عشان تحسي بطعم السمك. هنا بقى كنت حطيت كده معلقه قشطه، بصوا عشان كده تخلي الشوربه بتاعتنا كده غنيه ودسمه. استنى بس كده القشطه دي تفك شويه وتدوب لان هي كانت في الفريزر. وحطيت كده شويه بقدونس صغيرين على الوش بعد ما طفيت النار على طول. هنا كنا خلاص. بصوا بقى القوام بتاعها حاجة كده تحفة. لايك وشير واشتراك في القناة، وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم ان شاء الله اشعار بكل جديد. عملنا كده شوية شوربة سي فود، حاجة كده تستاهل بقكم. الف هنا وشفا. زي ما انتم شايفين بقى كده خلصت الاكل. كنت حمرت كمان الجمبري وحمرت السمك، وعملت طبق كده رز صياديه. طبعا كنت عامله الاكله دي معاكم قبل كده على القناه، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا لها. انا بس كنت بوريكم شوربه السي فود كطريقه جديده، يعني اول مره اعملها على القناه. اما السمك بقى والحاجات دي كلها كنت عاملاها قبل كده كذا مره، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. عملنا بقى شويه سلطه وشويه رز كده بالجزر والطماطم وشويه بابا غنوج زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا وشفا. لايك وشير واشتراك في القناة، وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد.